تعالوا نجرب البهارات الجديدة في الكفتة. السلام عليكم. جبنا بصلاية مبشورة بشرناها رقش رفيع، بعد كده جبنا المفروم. كده جبنا البهارات، ده اصل الطعم وده بيتحط على اغلبيه الاكلات اللي بنعملوها، اغلبيه التتبيلات اللي بنعملها. وبعد كده ده الفلفل الاسود، يعني ريحته قويه جدا ما شاء الله. وهنا بهارات اللحمه حطيت منها وكده. البهار اللي هنا البابريكا المدخنه، والبابريكا المدخنه ريحتها في منتهى الجمال ما شاء الله، وبتدي لون جميل. وبعدين حطيت معلقتين بقسماط عشان نلم بيهم اللحمه. انتوا عارفين ان انا بحب احط قطعه ليا في الكفته. هنا وانا بسأل على البهارات قالوا لي عندهم ليا مجففه. الليا المجففه دي عباره عن ليا مجففه محطوط عليها مجموعه بهارات. جبتها وقلت اجربها ما شاء الله ريحتها برضو جميله. ممكن نستعملها برضو في الكفته، في اعمال الطواجن، في الخضار. وبعدين دي اللي تنفع مع الناس اللي هي اصلا ما بتحبش اللي قطع في قلب الاكل. فالبودر دهيت ما شاء الله ممكن تديهم طعم احلى حلو يعني، وما يكونش في قلبها قطع اللي احنا ممكن تضايقهم. كده فردنا اللحمه، فردنا الكفته في الطاجن. فردناه كده كويس وحطينا شويه زيت عشان ما يلزقش في ايدينا. وبعد كده عشان نزود القيمه الغذائيه للكفته حطيت طرنشات فلفل بارد. ممكن بقى تحطوا فلفل حامي، ممكن تحطوا طماطم، ممكن تحطوا بصل، تحطوا اللي تحطوه. وبعد كده دخلتها الفرن ما شاء الله طلع ريحتها كانت جميله، جايبه اخر الشارع وانا لسه حطاها في الفرن. ما شاء الله ريحتها جميله جدا. اعملوها وربنا يحسن ما بين ايديكم.